اهلا بكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. نتمنى انكم تكونوا بخير. احنا في اواخر شعبان، بقات لنا 10 ايام تقريبا على 10 ايام او 14 يوم هكاك على رمضان، شهر الرحمه وشهر الغفران. الله يجعلنا فيه مغفور لنا ويتقبلنا عنده يا الله يا كريم، تقبلنا عندك يا رب. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهضروا على التصالح مع الذات، كيفاش نتصالح مع ذاتي، كيفاش انا انسان تقعد في جلستي كيفاش ممكن الانسان يتصالح مع ذاته، يتصالح مع نفسه. هذا الموضوع كيخص هذا الموضوع كيحتاج بزاف ديال الجلسات، كيحتاج بزاف ديال الوقت، ولكن غنحاول بامكان ان نعطيكم اول حاجه باش نبداو التصالح مع الذات. اهم حاجه انه الواحد يعرف انه كاين مشكل عنده. شنو الاسباب اللي كتخليه غير متصالح مع ذاته؟ كيفاش انا نعرف راسي اني غير متصالح مع ذاتي؟ هذه اول نقطه. عندي قلق دائم، عندي مشكل مع اراء الناس، ديما عندي مشكل مع اراء الناس. كنخاف من هضره الناس. كنلوم نفسي بزاف، كنأنب نفسي بزاف على الاخطاء اللي كيجراو الناس. مثلا درت شي تصرف، كنت داير مع شي واحد وتعطلت عليه في الوقت، ولا جرحته، ماشي جرحته، قلت شي كلمه او هو جرحني وما قدرتش اني نوصل ليه الكلمه، فبحكايا. ثاني حاجه، ما كنحملش ذاتي، ما كنحملش راسي، ما كنقدرش نشوف راسي في المرايه. اللي شفتو كنشوف عيوبي، ما كنقبلش جسدي. لا اتقبل النقد. ما كيعجبنيش نفسي. اون فوا كيقول لي شي واحد شي حاجه على ذاتي من داخل، يا ناضت لك حبوبه ولا ضعفتي ولا غلاضيتي ولا شي حاجه بحكا، كنمرض. وبمعنى كنمرض، فانا كنمرض ممكن ندخل في اكتئاب، ممكن ندخل في بزاف ديال الحوايج. كتلقاني من الناس اللي كتشري بزاف ديال الكريمات. الشخص هذا اللي غير متقبل ذاته، كيشري بزاف ديال الكريمات، وكيشري بزاف ديال الحوايج، وعنده بزاف ديال الاشياء، وغير متقبل ذاته. علاش؟ لانه ديما خاصو يلقى نفسه يدير اي حاجه باش الناس ما تنتقدوش، اي حاجه يديرها باش الناس ما تنتقدوش. ما يمكنش لانه الناس تنتقدو، كيخاف من الانتقاد، كيجيه صعب الانتقاد. لانه بالنسبه لي واحد الحاجه اللي صعيبه انني نتحمل الانتقاد. بزاف ديال الحوايج من هاد الاشياء كل واحد هيشوف راسو. يمكن ان نوقف قدام المرايه كتجيك صعبه، يمكن انك تقابل مع الناس صعبه، يمكن انك تشوف تصاورك القدام تلقاك صعبه. ديما كنلوم الاخر، هو سبابي. ديما انا في دور الضحيه، ديما انا واحد الشخص اللي دائما كنلوم نفسي داخليا. هذه بيني وبين ذاتي. وكنلوم الناس. ديما كنلقى ديما عندي مشكل انه مثلا واحد وقولبني. مثلا ركبت في طاكسي ياك، خاصو يديني ب10 دراهم، قولبني ودوزني من طريق اخرى وداني ب30 درهم، 20 درهم. فانا هنبقى خدام دماغي على هذاك اللي قولبني ودالي 10 دراهم، او دالي 10 دراهم، ومن وصلت قدام الباب قال لي يعطيني 20 درهم. فانا هنبقى مصدوم ومقلق وغضبان، وكنفكر في ذاك الموقف، وعلاش عطيتها ليه، وعلاش درت، وعلاش علاش 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 وكنبقى في بزاف واحد الدوامه لا تنتهي. وكنبقى انا ممكن ندخل في نوبه هلع، ممكن ندخل في اكتئاب، بزاف ديال الحوايج ممكن ندخل ليهم. هاد الاشياء هي من عدم تصالحنا مع الذات، عدم تقبلنا لذاتنا. اول حاجه غنحطوا الناس في واحد البلاصه باش نحاولوا اننا نخدموا على راسنا من الداخل. ياك انا عندي مشكل، فاذا خاصني نعالجه. باش نعالجه هو اول حاجه ان نتقبل انه كاين مشكل. غنوقف مع ذاتي وغنبدا
من اللحب من الاحسن ان واحد يدير ورقه وستيلو. حتى انا راه شحال ما درت هذا، راه كتبه قدام كاتبه فيهم، خاصني واحد اخر جديد يكون ديالي انا وذاتي. ونجلس. شنو المشاكل اللي عندي مع الناس؟ واش انا كنمثل دور الضحيه؟ الا كنت هي الصراحه ما تقدرش تعترف فيها من اللحظه الاولى، ما تقدرش تعترف بها باللحظه الاولى، غتبقى عندك مسافه، عندك بزاف ديال الوقت اللي غتعترف بها ديال واش فعلا كاين مشكل، واش فعلا هادشي فيه مشكل، ولا كنلقى راسي اني باغي نصلح كاع الناس. صلح نفسك هو الاول، صلح ذاتك هو الاول. ان الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم. ان فوت هتغير انت اول ما هتبدا تغير ياك، وهتبدا تفكر في التغيير، وغتبدا تفكر فعلا انا كان عندي هذا المشكل، ودابا الحمد لله صافي بديت كنحل فيه، بديت كندير بديت كنحل في المشكل. وصلت للمرحله ديال استسمح. جاتني مكالمه من كنلقى انه كاين مشكل ياك. حنا دابا هضرنا على المشاكل اللي كتكون عند الشخص، كيكون صعب الاعتراف، ولكن كنحاولوا اننا نعترفوا. كيحتاج داكشي ماشي بنهار وليله ممكن يتغير، كياخذ بزاف ديال الوقت، كياخذ بزاف ديال الجهد، ولكن مع الوقت ان شاء الله كتحس براسك ارتاحيتي. اول حاجه كنصح بها هي نبداو ابدا بالخارجي. ابدا بالخارجي، انك فعلا لقيتي مشكل غنبداو انا ما نقولش باش ما تضغطكش، باش ما تضغطش، غتبدا بالخارجي. اول حاجه باش الخارجي شنو هو؟ كنتي ديما كتقول الناس واخا نحاولوا ان نقصوا منها، وما نقولوش لا في الوجه، ما نقولوش لا في الوجه، حتى تجي الناس اللي قدامك صعبه. فهمتوا؟ تجي الناس اللي قدامك صعبه لانهم مولفين منك. واخا سيدي، واخا لا هي اللي ما تعاود بغيتيها والله سيدي حتى هو الاول. فهمتي؟ فهتجي صعبه انك من حتى الحين لا ما دايرهاش ليك، لا ما مساليش دابا عفاك، ما نقدرش ندير لك هادشي اللي باغي دابا، ولا والله تعيانه صافي دارني راسي مريضه وما قداش ندير لك هذيك الحاجه. الله يحفظك الا قدرتي ديرها حتى هيكون واحد الاجر منك كبير. ما غنقدرش والله ما نقدر، بيتوني نخرج معاكم اليوم وانا عندي بزاف ديال الحوايج خصني نديرهم، لا والله ما نقدر، عيانه والله تشد الفراش بوحده حتى تولي تقولي لا. فهمت؟ حتى تولفي حيت في الاول هتجيك بحاله تأنيب الضمير، وهي حسسك الشخص الاخر بتأنيب الضمير، ولكن غا صبري شويه بشويه هتحيد، شويه بشويه هتمشي. هذه من الاشياء الاولى. الثاني حاجه نحاول اني ندير رياضه المشي. نحاول انني ندير رياضه المشي، نتمشى. الرياضه مهم، المشي احسن حاجه كبدايه. ندير رياضه المشي، من بعدها نحاولوا اننا صلاتنا نصلوها في وقتها. شوفوا واحد النقطه ديال الصلاه، راه ماشي كنصليو باش دغيا نصليو باش نحيدوها علينا. نحاولوا اننا نتأنوا في الصلاه. هذه تا هو موضوع اخر ان شاء الله نديرو في فيديو اخر ان شاء الله، نهضروا عليه في فيديو قادم. الدعاء، قد دعي الله سبحانه وتعالى ينور طريقك. دعي الله سبحانه وتعالى انه يوريك طريقك، انه ينور طريقك، انه يطيب خاطرك، انه يرجع قلبك سليم ما فيه على الفطره، ما يبقاش فيه شويه ديال الحقد ولا شويه ديال الغل ولا شويه ديال. ديما الدعاء. نديروا هذه زوينه، انا كتعجبني هاد القضيه كنديرها. انفو كنحس براسي بديت كنكره الحياه اللي انا فيها، كنكره العيشه اللي انا عايشاها، كنكره الناس اللي دايرين بيا، كنكره الوقت اللي انا جالسه فيه دابا. الصراحه كل واحد ورا مره كتجي هذيك الدنيا، هذيك الحياه اللي جالس فيها، ولا اله الا الله ماشي هادشي اللي كنت باغا.
ماشي هادشي اللي باغا، عفوا ماشي هادشي اللي باغا، وماشي هادشي اللي كنت باغا. انا كنت باغا نكون في سويسرا، كنت باغا نكون في كندا، تلج، نكون في شي بلاصه بعيده، ما عندي لا والي لا تالي، بوحدي تحت راسي قدام شي بحر ولا قدام شي جبل نتمنظر. لا فيقني انا دابا. فكنتبت ياك، كنتبت وكندير الحمد لله على النعمه، الحمد لله على النعمه اللي عندي انا دابا، الحمد لله، الحمد لله. حد وين تحصوا نعم الله عليك، تحصوا نعم الله لن تحصوها. اي نعمه راه الضو نعمه، راه هذا الكتاب نعمه، نعمه عينيه نعمه، ايديه نعمه. المهم كل واحد النعمه هذه كتبردك، هاد ديال النعمه كترجعك وكتحاول انك كتصالحك مع ذاتك، كتصالحك مع ذاتك، لانك اون فوا كتبدا دير هاد اللعبه كتبدا تصالحك مع ذاتك بلا ما تشعر، لانه كترجع لله سبحانه وتعالى، كتبدا ترجعك للاصل بشويش، بشويه بشويه كترجعك للاصل. شكون اللي عطانا هذا الجسد؟ الله سبحانه وتعالى. شكون اللي خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. شكون اللي عطانا هاد النعمات اللي عندنا؟ الله سبحانه وتعالى. وعلاش كنخاف من الناس؟ علاش كنكره نفسي؟ علاش انا الله كرمني وكنكره نفسي؟ فهذه كتحاول انها ترجعك، وين فوا تبقاو تخدموا عليها وديروها بزاف ديال الخطرات غترجعكم. حاولوا انكم ديروها كل صباح فاش تفيقوا مع الفجر ديروها، فهي زوينه. شناهي الاخرى؟ حاول انك ديما تبتسم مع نفسك، لا داعي كنتي ديما كتضحك مع الناس وما كتضحكش مع ناس، راسك ضحك مع راسك، سبق راسك على الناس. ديما طبطب على نفسك، تصالح مع الذات، ديما نطبطب على نفسي، ما تبقاش مشحون، ما تبقاش غضبان، ما تبقاش مقلق، ولكن انت من تبتسم مع نفسك وتعنقها ودير لها هكا. كنبغيك نفسي، كنبغيك راسي، نضم انا نفسي ونعنقو ونعطيه اكثر من